أعزائنا المشاهدين، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من شو بوكس ستايل، واليوم ضيفتي الأنيقة الممثلة الرائعة هند نزار. طبعا أنا متأكدة الحلقة اليوم تطلع غير شيء. ليش؟ لأن أصلا هي صاحبة ذوق كلش راقي، وصراحة استقبلها وتكون وياي. ومرحبا مرحبا، شلونك حبيبتي؟ طبعا أنا بالمقدمة قلت اليوم الحلقة راح تطلع غير شيء ان شاء الله يا لأن رب. أنا شايفة ذوق هند بالاختيارات وبالذات بالأثاث كلش حلو. شكرا. هند منو يختار لك أكثر شيء الأثاث؟ خصوصا الاثاث اكثر شيء انا اختاره، يعني ما فد يوم احد مختار لي اثاث، بس ممكن نتشاور اراء انا وصديقاتي اللي اعرف عندهم ذوق بالاثاث. بس دائما يكون يعني دائما ارجع لنفسي بالاختيار، يعني اللي عادة. أنت تريدي كلش. شنو الألوان اللي الواهس. تحبي بالأثاث؟ شوفي، عندي اهم شيء انه يكون اللون مريح للعين، ويكون انه انا محدده البيت بالوان معينه. لما نحدد البيت بلون معين ما راح يصير عندنا هوسه، ما راح يصير التشويش بالنظر، او انه انت تشوفين المنظر قدامك عين مو مريحه. زين، تحبين الكلاسيك ولا مودرن أكثر شيء؟ يعني شوفي، لانه بيتي هو هسه مودرن الحالي، فبالجديد لا اتوقع راح اميل للنيو كلاسيك اللي هو يصير الكلاسيك الجديد، مو الكلاسيك اللي بالطريقه القديمه. كله زين. صار لك نقاشات على مود الأثاث بالبيت ويا ماما بابا؟ اكيد ما تخلص النقاشات على الاثاث. والله اني كلش اتدخل بالاثاث، وانطي نفسي حق مرات اقول يعني انه ما يصير اني اقتحم اراء اهلي مثلا او بيتنا او هذه صديقاتي ممكن، بس هم تلزمين بس ما روحك. اتحمل. لا، لازم اتدخل هم بالاثاث، تغيرين لازم انطي رايي. الأثاث بسرعة بالبيت، مثلا تغيرين مكانها وتحوليها. لازم حتى ما يصير ملل عندي. ملل، صح. واهم شيء انه يكون مريح للعين، انيق نظيف، الالوان هذا الالوان متناسقه، يعني الذوق وحده مو كافي، المهم انه ضروري يكون وياه ترتيب. زين، احنا خلينا نقعد قبل ما نروح الاستقبال ونختار لنا اثاث. أوكي. شنو نروح بيتك نشوفه؟ لا، لانه هسه هو فارغ حاليا. ايه يعني دا اتحول نروح من مكان لمكان جديد، فالمكان الجديد هو فارغ، بس بعدني دا اختار الاثاث. كله زين. عاد احنا نقعد نختار شوية. الاثاث البدايه. لا، اسالك كم سؤال أوكي. في البدايه بعدين نختار الاثاث. خلي هسه نقعد انه يعني. طبعا اني هاي الفقره دائما أوكي. اخر فقره اسويها، زين. بس ويا هند راح اسوي اول فقره لان اعرفها كلش جريئه والله، يعني من هاي حبيت اسوي اول فقره. ما دام داخلين بها بجرأة يعني معناها اكو شيء. كلش حلو. اوكي. بس شنو كرأيك كهند راح اخذ الاجابات. اوكي. راح اطلب منك تبيني لي نجوم السنه، يعني 2021. اوكي، انا راح اسالك وانت تنطيني بس اسم واحد من نظرتك انت، بس مال هاي السنه مو مال السنه. لا هاي توريطه. مو بس سؤال. بس مال هاي اوكي، شيء السنة. يعني اكيد هو ما راح يكون هو هذا وحده هو أكيد كان أكيد نجم السنه، كشغل لكن يعني احنا ما نقول كشخص، هو كشغله هاي السنه تشوفي انه توب كان بهاي السنه. اوكي، من وجهه نظر شوف، من هو وجهة كان نظرك. توب بهذه السنه. اها. ممثل السنه، ممثل شاب، ممثل شاب هاي السنه برمضان. برمضان كل سنه، يعني انت شفتي بهاي السنه هو برز يعني. الكسندر علو. ألكسندر. افضل مسلسل السنه. افضل ممثل. مسلسل السنه. هوايه بعد بصراحه، خلي اقول لك شغله، كل الاعمال هذه السنه كانت تنافس، بس اكيد اكو دائما واحد التوب. كل الاعمال هاي السنه هي كانت تنافس، كل الاعمال انا فرحانه بها وتفرح القلب، لانه احنا رجعنا نشتغل ورجعنا ننافس بعض. صح. وهذا الشيء هو حلو، اذا اني أكيد. واذا غيري واذا اي احد كان هاي السنه موجود، فاحنا كنا ننافس كانت الاعمال كلها بالقمه. ابسطها من اخذ الجائزه مال احسن مسلسل؟ افضل مسلسل اللي هو كان تقييم اي تي بالعربي، كان مسلسل طيب الحمد لله. يعني نقدر نقول طيبه. طيبه. تمام. يعني ما اقدر اقول هذا الشيء عن نفسي، عرفت مغني شلون؟ السنه شاب. مغني هذه السنه شاب، مو شرط بتايتل رمضان. لا ما عليه برمضان، هاي سنه 2021. من المغني اللي حسيتي انه هاي سنه سنته كانت؟ محمود تركي. محمود تركي. مغنيه السنه؟ رحمه واصيل. واحده ناخذ. اصيل. اصيل. اغنيه السنه؟
اغنيه واحده يا ريت. عراقيه. اي عراقيه. محمود تركي اشمك. لك اشمك صح؟ اشمك حبيبي يموت. صدق حلوه بس. حلوه حلوة كلش مختارة، حلوه، كلش. واختياراته هو يعني دائما كلش حلوه. تكون حلوه. زين اجيك من غير مكان. ميك اب ارتست. ميك اب ارتست منو بعينك يعني افضل ميك اب ارتست هاي السنه؟ والله كلهم حلوين، يعني ليش احدد واحد؟ واحده. يعني انا اشوف طيبه اللي تسوي لي الميك اب مالتي، كل شيء احب شغلها. مقدمه برنامج ايش بيها؟ هاي السنه شو فيها افضل مقدمه برنامج؟ برمضان يعني لو بصوره عامه؟ انت ليش قلبتي برمضان؟ عبالي لا، بصورة عامة. تحكين عن لا. موسم. الموسم خلينا نقول موسم. يلا انت برمضان مثلا. اذا رمضان او غير رمضان بس خليني اتذكر والله. يلا لان هواي موجودين بالساحه. يعني انا احب شخص بالتقديم اللي هو مأمون نطاح، كل شيء احب تقديمه. وهيفاء انا دائما اشوفها توب 1. اي هيفاء كمقدمه هي دائما توب 1. هاي خلصتش من الفقره. اوكي زين. اسال بعد لو كافي هنا. لا كلش كافي. كلش كافي. قومي خلينا نروح نختار الغرفه اللي يلا عندي. يلا مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. هنودة اليوم راح تساعدني بالعربي. جماعه هلقى تعرف عربي شلون بالعربي؟ لا زين توصلين فكره يعني. زينة. اهم شيء انه تقدرين توصلين فكره. اهم شيء المشاركه مو مهم الفوز. بالضبط. هسه راح نشوف انه هي راح تفهم عليك بالعربي ولا لا. اليوم غرفه نوم لحد هسه بفتهم عليه. تمام تمام اصلا. قالوا اكو موديلات تتخبل، بس عندنا مشكله صغيره وهي انه احنا ما يجي من قلبنا نزوجها، بس اليوم انا مقرره ازوجها. فالغرفه لازم تتفاولون عليه بالغرفه. والله زوجت شيء ما هسه دور عليك. والله بس لا صدق تصير. والله خليني اعطي معلومه. اي اكو مغنيه يعني من تحياتي لها سيران اجت ما كانت مزوجه، هم قلتي راح اريد ازوجها وزوجتها حافل عليه. لا محرم. فاريد يعني نفرين يكون أوكي، نفر واحد. تمام. تمام. لا عاد خلينا نروح نشوف الغرف. تمام. شلون اني اختار الغرفه الي يعني جاي هو يعني انت متأكدة؟ جاهز؟ لا طبعا نلقى له غرفه باستقبال. والعرس ما له ذوق خطير يعني. والعرس لا هنود اكيد راح تعرف ذوقه طبعا. مو على ذوقه، بس هو شنو جاي على تجهز يعني وانا محضره كل شيء. اي والله. وين اكو عرس يجي والتخم موجود؟ هذا مستريح وما دايت له. انا علي حكيت له. غيرنا دوله يمكن بالمصر هيجي الشقه يسوون نفسه لا على على زحمه العرس خليه يكون مصري. لا حتى لو خليه يجي هو يختار باقي الاثاث. يلا نتفق. اهم شيء يكون يعني شخص زين. يعني معناها بها امل. موافقه هي يعني والله بس بما نجيب ان الله عرضت بها امل شكيت بالوضع. لا اطلع واحد يجي بدت الاسرع. اليوم راح اكشف هواي اسرار. يلا نروح نشوف هذه طبعا هاي غرفه بها سر. اوكي. والله تعرفوا ضيفتين بالحلقه اختاروا نفس التخمان. ليش يعني شنو نفس بها؟ الغرفه نفس الغرفه يعني ليش؟ هاجر احكينا بها هاي شنو ديزاين يعني؟ مودرن. هاي انتاج هاي السنه اصدار 2021 شركه استقبال. تعتبر من الاجود انواع الخشب اللي تستخدمها شركه استقبال. اول شيء خليني اعطيكم فكره او مختصره عن نبذه شركه استقبال. شركه استقبال تعتبر من الشركات الرائده اللي صار لها 1957 بدت بمحل كلش صغير، روت قصه نجاح لمده 60 عام. يعني جدي كلها شايفه بالضبط. يعني اصبحت الان من تصنيفها من ضمن الاكبر شركات 500 مصنفه حول العالم، اللي هي تعتبر اخذت مرتبه 147 راح تقريبا. نسيبكم معنا. كل العالم؟ كل العالم. اخذت انه المرتبه العالميه يعني حاليا تصنف 147 عالميا من ضمن اكبر يعني الشركات الصناعيه اللي تصنع الاثاث بانتاجها. تميزت بانواع الاخشاب مالتها، تميزت بالتصاميم العصريه مالتها، الاشياء اللي انتجتها شركه استقبال من ناحيه خامات قماش، من ناحيه ماده، كليتها كانت صديقه للبيئه. الاخشاب مالتنا ضد الرطوبه، ضد البيئه، ضد الارض يعني سوري. كذلك انه ضمان انه شركه استقبال انه خدمات ما بعد البيع، يعني هي من تكسب الزبون مو بس مجرد انه هو بيع، لا
يعني أكو خدمات تقدم له وراها بالضبط، اللي هي من ناحيه الصيانه، من ناحيه سبير بارت، من ناحيه انه لان احنا متعودين بالبيت الامهات كلها فد وصلوا ومي ها نمسح يعني خربوها. يعني هي اصلا منتجاتنا كليتها تكون جرين برودكت، يعني انه هي صديقه للبيئه، فيعني اول شيء واحد، ثانيا تكون محميه بطبقات خارجيه، اكو غرف تكون خشبها طبيعي، واكو غرف لا انه تكون بها طبقات ثانيه تعطيها قوه ومتانه زياده على الخشب، بالاضافه انه هاي الغرفه انه تمتاز انه اناره داخليه داخل شو اسمه داخل الكنتور، الجام اللي دا تشوفه، فهاي تصاميم العصريه وشويه المودرن الشبابيه تميل الى اكثر اكثر الناس. شوف اكو مودرن واكو كلاسيك صح؟ بالضبط، يعني هذا جامعين تنوع الاثنين. تنوع حكينا أذواق. على المسح وكان سؤال خلي اشوف هنودة ام بيت لا شلونك ويا شو حنزوجها يعني بقصد ايه لا طلع لها طيب يعني اكيد احب كل شيء، احب البيت اللي يكون خلي مريح أعترف ونظيف. أني. ايه كلش مرتبه. شوفوا حتى من نصور الشاي والكوب انا اشغل من هاي تعرفين انتي مرتبة. القوري مال الشاي لو شوفوا اخر ترتيب. بس انا راح احرج هسه قلت حسن نشرح حسن يعني زوج المستقبل الفارس الاحلام راح يعجبه لو نحول على غير غرفه. ما يعجبه شكلها الالوان؟ لا يعني اكيد اللي يعجبني لازم يعجبه، لازم. والله ما راح اخذ رايه يعني. بصراحه اللي يعجبني لازم يعجبه من هسه يعني ذوقي باعي خصوصا ذوقي بالاثاث. ثم ذوقي ثم ذوقي. بالضبط، اهلي أولاً يعرفون هاي وأخيراً. النقطه بيه. لا اهلي يعرفون هاي النقطه بيه، انه الشيء اللي اريده الاثاث بالبيت لازم هو يكون، يعني الاثاث والملابس عندي خط احمر يعني ما نتعدى. ملابس جرح قلبي وجعني شويه بالملابس. والاثاث بالبيت لازم يكون عاجبني. شوفي قبل ما تتزوجين ملابس بس ورا ما تتزوجين اوه الأثاث؟ بس اثاث. لا شوفي انا من هسه بالاثاث داخله، يعني ببيتي صديقاتي سمعتي مثلا من ممكن هسه؟ اساعدهم، لا، اهلي لاحظ. بالبيت، خواتي لما نريد نشتري شغله لازم يدزوا لي صورها ولازم اني اختارها ولازم اني اكون موافقه عليها. ديكوريشن هي ما ما اجبرهم بس لانه يعرفون ذوقي شنو. الله كذا تواضع كلش يعني زين. بس انا عندي كومه هيك كلش اسئله اريد اسالها بس رجلي والله وجعتني منك. يلا خلينا نقعد. تفضل استريحوا. الله هاجر ممكن تشرحي لنا نفر. نفر لا احنا نفر. نفرين هاجر طبعاً هاي نفرين؟ اللي تريد تتزوجين طبعاً. يعني عبالك قاعد عليك قلب نهد حاليا. انا حتى يعني حتى ترى والله حتى القعده مالته حلوه يعني. انا ما متعوده، المشكله من زمان انا متعوده على النفرين. على فكره اكو نفر واكو نفرين، دقيقة. طبيه وفندقيه. ما ادري بهاي الشغله صدق، لازم اراقب يعني بعد يعني اشوف ما اعرف نفسي شلون ممكن. كله زين. يا الله شنو اكثر صفه يميز هند نزار؟ يمكن صريحه. صريحه. اي صريحه، واكو مواقف يعني ما اقدر اجامل بيها يعني، وهوايه هاي المواقف يعني، اذا شغل اذا صداقه اذا قول الحق، يعني هالاشياء انا ما اقدر اجامل بيها، يعني يعرفوها بي. زين سؤال اي بالمية اي او خلينا نقول بالعشرة، زين بالعشرة ايش قد تنطين نسبة الغرور عند هند؟ 7 7 7.5 تتراوح، يعني ممكن توصل ل8. ممكن توصل. بعد شلون صريحه؟ من هم الاشخاص اللي عرضوا هند نزار تدخل الفن؟ بس خلي اقول لك شغله على الغرور، هذا الغرور اتعامل به ويا ناس معينه، لكن ويا الناس اللي تحبني والناس اللي تقدرني والناس اللي محترمتني محترمه مهنتي وشغلي لا مستحيل. انا يعني عن نفسي اليوم والله ما شفت مو 107 ولا واحد غرور ما شفت صراحه. ما شفتي لا ها؟ أبد. شوفي لانه ويا الشخص اللي اعرف شلون اتعامل ويا ناس معينين، بس اكو ناس يجب ان تتعامل وياهم بهذه الطريقه، فاتعامل وياهم بهذه الطريقه. تمام. ارجع للسؤال، من هم الاشخاص اللي عرضوا هند نزار تدخل مجال الفن؟ يعني بالبداية هو أخويا، بس مثلا والدتي والدي خواتي يعني ما أتذكر كان عندهم هذاك الرأي إنه كانوا حابين، يعني ما كان عندهم هذا الرأي إنه لا، بس أخويا بس بعد غير رأيه؟ كل شيء ذاب، لأنه كنت رايدة إنه أثبت إنه أنا شنو، توجهي شنو، رسالتي شنو، طموحي هو فعلا إنه أنا عندي طموح إنه أكون ممثلة يعني، لا الحمد لله هسه لا ماكو هذا الشيء.
ما هو تعليقك للمشاهير اللي ينكرون عمليات التجميل؟ يعني يعني كل واحد هو ممكن يكون حر برأيه، واحترم كل الآراء، لكن هي بصراحة تكون مكشوفة. يعني الناس اليوم فاهمة وعندها تطلع قوي بالتجميل والعمليات وهذه، فليش أنا يعني أكذب؟ يعني عن نفسي أنا ما عندي أي مشكلة بالموضوع إنه أحكي. شنو تعليقك من كل مرة يطلعون صورة قديمة ويا جديدة وفصل بعض قبل وبعد؟ يعني شنو تعليقك لهاي الأشخاص؟ يعني أنا أقول مرات يجوز يكونون ما حابين يعني يحجون بالموضوع حتى ما يصير اكو انتقادات لهم، فما يعني ما اقدر يعني اجزم او احكي عن احد، لانه هذا رايه وما اعرف شنو الشيء اللي يخليه يحكي، ممكن يكون عنده سببه. اكثر تعليق ازعجك شنو هو؟ شوفي هسه انا اقول لك، احنا نقول صح احنا اقوياء وكلش يعني ما نهتم، بس مرات اقول له مهما نحاول اكو فشي اذينا بالتعليق. اللي طبعا هي قليله تصير وياي الحمد لله والشكر، الناس اللي تحبني هوايه الحمد لله. بس ممكن الشخص اللي يدعي ما حلوه هذه، يعني اقول حرام هذا الشيء، بس اي شيء ثاني ما يضوجني، إذا على الشكل أو على لبس أو على انتقاد بشغل أو شيء. وأضوج من الناس اللي هي ما فاهمة شنو الشغل وبعدها ما فاهمة فينطي حكم من الأول، فأي هذا التعليقات هاي اللي تكون مزعجة. لو ما كانت هند نزار هي تمثل دور طيبة، برأيك من الممثلة اللي كان لازم تمثل دور طيبة؟ لو ما هذا السؤال والله هواية أنا أشوف كل يعني اغلب البنات اللي من جيلي ممكن يمثلون. ركزي لي على شخص واحد برايك مثلا انت لو انت ما اقدر شوفيها كانت تسويها كلش حلو ما اشوف يعني ما اكو احد ببالي هسه اقدر اقول لك من هو، وبنفس الوقت انا ما اريد اقول اسم اظلم بيه الباقين، بس انا اشوف الممثلات اللي موجودات على الساحه اللي هم من جيلي، كل الممثلات اللي موجودات يعني حلوات، عندهم اكو طاقات حيل حلوه من الشباب اللي بجيلي، اذا بنات او شباب، اكو وجوه جديده دا تطلع، اكو ممثلات دا يثبتون نفسهم وبجداره بشغل حلو. شنو مواصفات فارس الاحلام؟ صراحه يعني شوفي اهم شيء انا بالنسبه لي اهم شيء انه يكون كريم. ما اتوقع نفسي انه اقدر اعاشر شخص خصوصا انه يكون شريك حياتي انه ما يكون كريم، لانه اني هذه الصفه اشوفها موجوده هي بي، فما اقدر اني الشخص اللي وياي يكون عكسي بهاي النقطه. الشغله الثانيه انه يكون يعني داعمني بشغلي. نعم زين، نجي على المظاهر شوي، طويل القامه قصير القامه. شوفي خليني اقول لك شغله، اسمر ابيض اشقر، حتى لا تقولين انه اني مثلا ذا ابالغ، بس شلون ما يكون الشكل ما يهمني، بس المهم انه اني بالضبط انه اني فعلا احبه. فانت لما تحبين شخص هو الحب شيء هو انت راح تتقبل، طبعا راح تتقبله بكل اشكاله وبكل احواله، وحتى اكو اشياء يعني تقوم ما تشوفها بيه، لانه اللي يحب ما يشوف من الداخل ما يشوف من بعيد، يكون هو بنص الدائره فما يقدر يشوف. فانت تحبين الشخص نفس ما هو، الاشياء والتفاصيل والشكليات هاي بعدين هي راح انت اوريدي راح تحبيها، بس لما قلبك يحبه وتحبين قلبه راح تشوفيه احلى واحد بالدنيا. فما عندي وشكل ما عنده مشكله بالي ابدا. كل زين. لو حياتك اغنيه، يا اغنيه كانت تكون؟ ما يهمني اذا عني حيت ممكن تكون اكو اغاني اليسا هواي اشوفها. لو سعيدة في حياتها، لو هاي ما لا الحمد لله أنا سعيدة يعني أشوف نفسي بحياتي. الله يديمك. الله يسلمك. بس أي أغنية تكون بها قوة للمرأة؟ والله بالعربي ما أعرف، بس بالكردي عندنا فلهيك شيء منه كتم يعني عندنا عن قوة. أوكي المهم إنه توصل الفكرة، بس هو أي أغنية هي تعبر عن القوة والحب بشكل عام. تمام. هل نشوفك مستقبلا مخرجة لو بس تستمرين بالتمثيل؟ يعني ممكن هند نزار
بيوم نشوفها مخرجه؟ شوفي هذا اختصاصي بمعهد الفنون، نهائيا ما ببالي الموضوع، بس ممكن بالمستقبل تتغير الافكار ويتغير الطموح، يعني يكبر الطموح، فممكن انه اكون بهذا الشيء، بس هسه يعني ما ببالي. بس قلت لك ممكن انه بالمستقبل شايفه انه الطموح يكبر، الشخص يريد بعد يشتغل، بعد ينجز، بعد يسوي شيء ويفرح به. راح نشوفك تقدمين برنامج مره ثانيه لو؟ هذا لا، لا هذا اقدر اقول لك لا، اي تقديم ابتعدت عنه نهائيا، بس تمثيل حاليا. اي نعم. اي زين. ما رايك بصداقه المشاهير؟ الى اي درجه حقيقيه؟ والله شوفي، اني احكي عن تجربتي، ما اعرف الباقين شنو التجارب مالتها، بس اني اسمع ويقال انه تكون اكو مشاكل، وانه ما تكون حقيقيه الصداقه، وانه تكون اكو غيره. عن صداقتي اني بالصديقاتي وزميلاتي اللي بالوسط الفني هو معدودين، يعني صداقه حقيقيه، يعني مواقف تثبت انه هذا الشخص هو ايش قد يحبني. يعني اذا سويت عمليه او سويت شيء القاهم هم قبل اهلي وخواتي وياي وما يعوفوني، اذا صار عندي موقف واحتاجيتهم به هم اول الناس. وهذا الشعور والحب هذا متبادل، والمواقف هذه تكون متبادله بيناتنا، والاحترام يكون موجود، والحرص على شغلي، يعني هم حريصين على شغلي اكثر من عندي. اذا اني اتاخر عن شغلي، او اذا اني متى يكون عندي تصوير واني منايمه، او ممكن اكون مقصره بشغلي، هم اللي يلوموني، هم اللي يحشون علي، هم اللي يدخلون يذكرون. فهي شلون تكون صداقه حقيقيه؟ ونتمنى الخير لبعض. او لما يكون عندي مشروعي او هم عندهم مشروعهم ندعم، يعني ما فد يوم اني رديت اسوي شغله ورحت لهم حبطوني، لا، روحي وانطلقي وعافيه، وانت قدها، وانت سباعيه، وانت يطلع من عندك هذا الشغل، عرفتي شلون؟ فهذه هاي المواقف هاي صداقه حقيقيه. اني اشوف ما لها علاقه الصداقه بانه من وسط من شغلك او من غير شغلك، الصداقه هي مواقف. خلي نقوم ونروح نختار لنا الغرفه. يلا اوكي. اليوم هند تعلمت كلمة جديدة، فرمو. تفضلي. فرمو حلو لو لا؟ شنو لا هذا اللون باعي اني من عشاق هاي الدرجة بالالوان، بكل شيء، بالبيت وبالديزاينات وباللبس وبكل شيء. فهذه كلش راقية والله، حيل حلوة. خلي اشوف المواصفات. شنو مواصفاتها؟ هي اللي جدا السؤال هاي كانتورة انه هي شنو الموضوع؟ هي خلينا نشوف. هي اول شيء كانتورة يعني تشاي بي قاشوقة، يعني وش لي؟ وهاي بي شنو كانتورين؟ وين كانتورين؟ هذه كانتورين. هذا كانتورين؟ ما يعرفون احنا ملابس هوايه. كانتورين شنو؟ والله هاي تنفع، اذا كانتورين كلش تنفع، لانه اللبس ملابس. هاي الغرفه من ضمن الغرف اللي تصنف انه نيو كلاسيك، انه تكون بيها تصاميم عصريه، استحداث طريقه الكلاسيك، انه شلون يكون انتاجه بطريقه عصريه بالضبط. هاي الشغله الاولى، انه احنا هاي الغرفه ممكن انه احنا ناخذها يعني بتنوع مختلف. هاي اللي تقدمها شركه استقبال، انه مثلا السرير يكون قياسه 180 في 200، تمام، يا دوب او تاخذ اذا قررت تنسحب من الزواج تاخذ ال 160 في 200. لا هاي تكون مريحه اكثر. كذلك كنتور احنا نوفر خيارات عديده للزبون، انه حتى تكون انه حريه، انه ما نقيده بشيء معين، انه ممكن يكون كنتور ابواب او ممكن يكون كنتور سلايد، فهنا الى حريه انه شنو اللي يحب، انه انت تختار شنو اللي تريده، لو لهم وياها يجون. لا هو انت تختار اللي تريده، وممكن تاخذ اثنيناتها، او ممكن تزيد اصلا 2 كنتور مثلا باب او 2 كنتور سلايد. هاي بعد راجعه لها، لان عدد القطع اللي يضيفها يعني راجعه لها. يوفرون وايد ناس، لانه اكو ناس تحتاج مثلا بعد يعني تاخذ كنتور بس هي ما مكفيه الملابس، اكو مثلا ما يقدر يصمم دريسنج روم، ما يريد يصممها فياخذ كناتير جاهزه. فهنا نظام القطع ممكن يوفر له كل القطع اللي هو يحتاجها وياخذ الشيء اللي ما يحتاجه. بالاضافه انه التقسيمات الداخليه مالتها شركه استقبال كلش عمليه، يعني من ناحيه طبعا اكيد حبيبي اقول لك هاي ويا كل الغرف انتم ايش تسوون لو بس هاي الغرفه؟ لا كل الغرف تقريبا عندي نظام قطع اللي هي ياخذ القطع اللي يريدها، مواصفاتها كلش عاليه مثل ما ذكرت قبل انه سابقا يعني خزانه كبيره يعني تلم، مو يعني مو بس هاي انه تقطيعاتها انه هم تعليق وهم انه يكون شو اسمه خزن بيها. حيل حلوه والله. نقطع مهرها؟ هاي قلنا وافقنا بس بعدنا ما لاقي ولا مختار. هاي كيفكم انتم؟ يدفع له انت تدفعين؟ كيفكم؟ خوش سؤال. يدفع له انا يدفع؟ ماكو انا على حسابنا، انا اشتري نفسي على حساب. لا شوفي انا متعوده
انه اشيائي اللي احبها اني اجيبها لنفسي، يعني ما يلا انتظر خلاص. احد لا ما يصير، بس علاز مو يجيبها ترى. يابا هدية العرس لا، الوالدة. هدية العرس كنتوا ديسلايد عليه شو كنتوا لبوا عليه. خلاص قررنا هاي تخم حيل حلوه. الغرفة يلا ناخذها. شايفين خيرها؟ يلا احنا نروح البيت وننتظر يجي الغرفة وهناك نكمل حكينا. خلاص حتى نشوف أوكي. لما تنشد بالبيت. يلا. إيه. طبعا مشاهدين مثل ما شفتوا ستاف الاستقبال يعني جهزوا الغرفة صدق حلوة، يعني كل شيء سادة وحلو. طبعا انا ما راح انطي رأيي لان راح انتظر هند تجي وتنطي رأيها، بس راح اضيف عليه شوية لمسات مثل ما تعرفون. يعني اي شيء بالبيت بدون اكسسوار ما يطلع حلو، وكالعادة يعني حبيبتي روح ما يصير بدونها. نحتاج ضوء دائما. خلي اجر هاي هيجي. هو اكيد محتاجين شموع. يمكن ماكو بيت او ماكو ست بيت ما تحب الشموع تكون موجود ببيتها، بغرفة النوم، غرفة الجلوس، غرفة الطعام، يعني اي مكان لازم اكيد عندنا شموع. تمام. لازم نخليها شيء. لا اوكي. ومثل ما تشوفون هاي النبتاية الحلوة خليناها هنا، واحدة عندنا يم المستوالد راح اخليها طقة هنا. اوكي هاي الجهة احسن لان هناك اكو نبتاية. تمام راح نحط هاي. هسه طبعا الغرفة جاهزة مثل ما تشوفون، الشرشف والدمبلاين وهاي. وأنا ما راح أضيف شيء ثاني لأن احتمال هند مثلا هي تحب تضيف لوحات أو تغير الشراشف أو يعني أسوي بيها تغيير براحتها حسب ذوقها. بس أنا اللي إجا من إيدي أضيف شوية لمسات. وهسه راح أنتظر هند حتى تجي واستقبلها وأشوف شنو رأيها بالغرفة. كونوا ويانا. تا 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 تا. الله ايش قد حلوه. الله 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 يا ايش قد جمالك. حلو. قلت لك هاي الالوان ايش قد حلوه تكون بالاثاث كلش. واحنا اختارينا هذا
عجبت حيل حيل حلو. عجبتني بيه موضوع المري والخزانات الداخليه واحنا عشاق المرايا يعني، لانه باي شلون الحجم يوسع كل شيء. هذا يا دوب على ملابسي واشيائي. مو هاي هذه كلش حلو. هاي مال جنات فوق حيل حلو كلش حلو. باي شلون متقسم فستان. تقسيمه يعني، وتقدرين تخلين دي بس تعرفين صح اللون احس ما يروح الموديل مالته ويرهم ويا كل شيء، وفاتح يعني ينطي كبر للمكان اكيد. و... احنا ما ضفنا شيء هو عليه، لان قلنا مثلا انت عندك اكسسوار غير تستخدمين او لوحات غير، فاحنا بس هالقد خلينا. يعني اذا تحبون هيك شيء فاكيد اكيد روح الاستقبال تلقون مو بس هيك احلى منه، المودرن والكلاسيك وكل شيء. حتى مو بس غرفنا يعني غرفة جلوس وحتى القنفات كل شيء بيها. تعالي شوية يعني احرجك بالاسئلة. ما شبعت احراج انا اليوم، ما تحرجي والله اسئلتك انت مليانه احراج. وين اقعد انا هنا؟ تمام. زين شنو عندك بعد؟ الحين نسأل اذا ما كانت ممثلة شنو ممكن تكون؟ كمهنة. اتمنى يعني والله اني ذيك المره شنو كان طموحي؟ يعني ممكن اكون شيء له علاقه بالطب، اي اختصاص. ممكن انه اكون، تعرفين هذا حلمي بس مو مال انسان، انا احب يعني اكون دكتوره بيطريه. حلمي للحيوانات يعني كلش احب يعني الحيوانات. انا احس انه واحد يقدم يعني جد هي مهنه الطب انسانيه، بس الحيوانات ممكن تكون بعد اكثر، لانه هذول ما حد يعني تربين اي شيء. ما حد اني لو تخافين؟ لا ما اخاف، بس على مود الوقت. يعني اقول هو يريد احطهم اهتمام بالبيت وحدهم. اكيد لهذا السبب. فدكتوره نقول والله يلوقلك هالمره اخذ او ممكن مستقبلا نشوفك بدور دكتور. ممكن ممكن والله حلو يطلع حلوه، لانه المهنه بيها يعني بيها انسانيه عاليه. كهند منو تاخذينه قدوه وتمشين على مسيرته؟ الاستاذه آلاء حسين. تحياتنا مره ثانيه لها. اكيد. اوكي، بعد ما شفنا قصه حب مسلسل طيبه وكانت قصه جذبت كل الانظار، شنو الحب بنظره هند؟ الحب هو من وجهه نظري انه هو الاستقرار، هو الامان، هو يعني كل شيء، هو اللي يخليك تفكرين. هند بالحب شنو تغار ولا؟ يعني ما ادري. اكو بنيه ما تغار. ما ادري، ما اعرف نفسي شلون يعني يعني ما اتبعي، هو مو ما ادري، بس انا ما اريد احكي بهذه المواضيع على لا تطيرين العريس تخافين؟ لا والله، بس ما احب احكي بهاي المواضيع على العلن يعني. بس اوكي. اقرب عمل فني راح نسمع به؟ اكو عمل فني جديد؟ ان شاء الله. مسلسل او مسرحيه؟ نحضر مسلسل ان شاء الله راح يكون. راح بس اجر منه خيط. شنو؟ بيها حب هاي اشياء؟ ما ادري بعدني اذا اقرا. بعدها دا تقرا. احفظي يا اختي احفظي. كله زين. هسه راح انطيك مجموعه اسامي، بس راح اخر احد يعني اخر شخص تختاري لي، مثلا بين الاشخاص تقدرين تغيريني، بس فشخص واحد يبقى للاخير. يلا اوكي. لو انطوك 3 سنين من عمرك وقالوا تاخذين شخص وياك وتعيشين يعني الاجواء وياه، خلينا نقول بجزيره. اوكي. راح اعطيك اسامي. اوكي. هيفاء لو بكر؟ هيفاء لو علي نجم؟ هم هيفاء. هيفاء لو آلاء حسين؟ اتمنى اني يعني جديات هاي امنيتي انه اني التقي بست آلاء انه قاعده طويله، فيا ريت انه تكون هي وياي على الجزيره، استثمر اني الوقت وياها، استمتع يعني بالوقت وياها يعني. بس هيفاء لانه يعني اكثر انا وياها صديقات. الست آلاء هي استاذتي، فاستاذتي احب انه اكون وياها بقعده او بمكان او على عشاء او على غدا، انه اسولف فيها. اتمنى بس هيفاء لانه انا وياها يعني صديقات أكثر. هيفاء لو اساور؟ هيفاء لو صبا؟ هيفاء.
هيفاء حتفوز. هيفاء وأريج راي. يا الله اثنيناتهم ما استغني عنهم بالسفرة والله. شلوني؟ السفرة إذا مو اثنيناتهم ما تكمل. واحد. إذا مو اثنيناتهم ما تكمل. والله واحد. ما راح أقدر أقول والله واحد. مو مجاملة، تدرين ليش؟ لأنه ذول الاثنين زين بالسفرة سؤال. هم يجملون. إيه. أريج لو سجا. هم اثنيناتهم. ما يصير والله واحد، لازم واحد. أريج لو تريدين سجا. واحد؟ إيه. هيفاء من ذول الثلاثة. لا أنت انطيني هاي الاسم. لا هذول خلاص انطيتك اسم هيفاء أخير. للأخير. هيفاء عادي، للأخير. هيفاء فزتي ويانا. سافرت 3 سنوات للجزيرة، هدية مني إليك، أخذيها وياك. كل زين يعني اكتشفنا إنه ممكن تبقين 3 سنين تعيشين ويا هيفاء. أي. زين يقولون الأصدقاء المقربات دائما يتعاركن، صح هاي شيء؟ يتعاركن بس يعني طبعا نتزاعل، يعني هاي زعلات الخفيفة يعني بالشقة. من يعزم الثانية أكثر أنت لو هيفاء؟ والله أنا وياها، والله أنا وياها واحدة تعزم ثانية. هاي يعني مو حساب أمريكي؟ مرات، بس أغلب الأحيان يعني ما بيننا، هاي أنا وياها، مرات هي مرات أنا يعني. منو تطبخ أحلى أنت لو هي؟ هيفاء تطبخ أكثر. والله أم بيت طلعت هيفاء. هيفاء تطبخ أكثر وتعرف أكلات تسوي أكثر من عندي. كل زين. طبعا اليوم وصلنا لنهاية الحلقة كلش فرحت، وكلش الحلقة يعني خلصت كلش بسرعة يمي. والله فات يعني بسرعة، مش بعد استمتعت الحلقة. أنا وياك حدثت وأسئلتك للمتابعين حلوة وغير تقليدية. حياتي تسلمين يا عمري. نقول لهم انه يعني ان شاء الله القادم يكون افضل واكبر ان شاء الله يا رب، واحنا نضل نتابع مسلسلاتك الحلوه، وان شاء الله احلى دكتوره يعني اقرب مسلسل ان شاء الله. وصلنا لنهايه الحلقه، ونشكر استقبال على هاي الغرفه الحلوه والاثاث الحلو، وانتم هم تقدرون تروحون الاستقبال وتشوفون احدث موديلاتهم هنا. ومنا اقول حد حلقه ثانيه وضيف ثاني، مع السلامه.